السلام عليكم. النهارده معانا الباب اللي كنا عملنا بيه فيديو قصير لحضراتكم. ده شكل الباب حمام اهو. نبدا بقى ان شاء الله نركب معاكم الباب. ده شكل الباب اهو يا جماعه. ده مسمار 2 3 وهنا برضه مسمار 2 3. طبعا المسامير ديت بنعملها وبعد كده بناخد سيليكون مع الحد كله داير ما يدور يمسك مع المسامير. ده شكل الباب. شكل الباب اهو يا جماعه. صداد كاوتش صداد عشان خاطر يبقى صدادة مع ايه؟ مع الحلق هنا. ده بتصده مع الحلق اهي، كاوتش اهي. تمام؟ نبدأ بقى نسكت الكابول. طبعا في فتحتين لسان اهوت، دي لسان التسكيك لما يكون حد عاوز يسكر على نفسه من جوه، وده اللي بيقفل الباب بس. تمام؟ بناخد علامة هنا، ناخد علامة على دير اخر اهو، على اول تسكيك. نبدأ بقى هنا اهوت ناخد العلامة بتاعنا على الحلق الاثنين. ناخد علامنا هنا اهو، والعلامة التاني ده الوش. بركب ايه الوش على العلامات ديت كده بنسكك الباب بتاعنا. طبعا ده الوش، تحت الوش بيبقى فيه عظمة تسكيك بتتحط هنا في الفراغ هنا كده زي ما انتم شايفين اهو. ده بالنسبة للعظمة اللي فوق اللي تحت عشان الوش بيركب عليها كده. شايفين يا جماعه؟ ده شكل الوش اهوت بعد ما ركب على العظمه هنا وهنا. هنبدا بقى ايه نسكب، نضرب بس مسمار واحد بحيث نشوف الباب بتاعنا التسكيك بتاعه عامل ايه، وبعد كده نزود المسامير. مسمار تحت برضك اهو، ونشوف الباب بتاعنا هيقفل ولا لا. كده بعد ما ادينا مسمار هنا ومسمار هنا اهوت عشان نشوف الباب بتاعنا هيقفل ولا لا الاول قبل ما نكمل البرشام ونسكك خالص. عشان ده داخل اهو كده فتح اهو.
نلخص اهو التركيب. ان شاء الله هنعمل سيليكون، بس نركب الشباك الاول. ركب الشباك الامامي اهو. ده الشباك الامامي يا جماعه اهو. غلفه ازاز وغلفه سلك اهو. هنبدا بقى نركبه لكم. ده ضلفة ازاز كده خلاص. كده ماشي كهو، كده ماشي كهو خالص ماشي. تقفل الضلفة. هنا بقى طبعا هي سلك اهوت بتاع ضلفة السلك، فرش معاها برضه. هنا الضلفة بقى كاوتشة كده خلاص زي المنظر الطبيعي. هنا الضلفة تفتح خالص، طبعا مفيش هنا سلك خالص اهوت. ده شباك بيبقى 2 ضلفة، واحدة سلك واحدة ازاز. ده شكل الشباك القلاق بتاعنا. السيليكون عن حد. ده شكل السيليكون اهو. طبعا السيليكون يا جماعه اهم حاجه برضه لما يركب باب لازم يركب سيليكون لهدف يقفل الفراغات بتاع البلاط. تاني حاجه لما بينشف السيليكون بيمسك مع المسامير اللي احنا عاملينها، حتى لا قدر الله المسامير اللي احنا عاملينها اتخلت في يوم من الايام، السيليكون ده بيمسك حديد معاها، بيبقى حاجه كويسه يعني. وبيقفل الفراغات زي ما انتم شايفين كده. لو في مرض فيه فراغات ولا حاجه بيقفلها. برضه قبل الباب. بس يا ريت بعد اذن حضراتكم لو عجبكم الفيديو ما تتخلوش عنا بلايك، عشان طبعا شغلنا يوصل لاكبر كم من الناس يشوفوا شغلنا. ويا ريت تتفاعلوا معانا على القناه بعد اذن حضراتكم عشان يوصل لكم كل جديد من شغلنا ان شاء الله ومن اعمالنا. معرض الهرمونتال المنصوره، الصلاحات بجوار المعصرة. ده برضه لازم نعمل له سيليكون من الداخل كده، عشان طبعا المطر وعشان الحشرات من الخارج ما تخشش. السيليكون دي بيحميها برضه ما يخليهاش تخش. طبعا في نهايه الفيديو يا جماعه كده الباب بتاعنا والشباك ركبناهم. بشكركم على المشاهده، نتمنى منكم التفاعل معنا وما تنسوناش باللايك لو عجبكم الفيديو. ما تنسوش اللايك.